فنانات وقعوا ضحايا عمليات التجميل الخاطئة، ملامحهم اتغيرت للأسوأ. دايما الفنانات عايزين يظهروا بصورة أفضل، ولجأوا منهم لخضوع عمليات التجميل. لكن الحظ المؤسف انتهى لبعض العمليات بالفشل. اعترف البعض الفنانات بالندم لإجراء هذه العمليات. خلينا أقول لكم فنانات وقعوا ضحايا عمليات التجميل الخاطئة. أول واحدة معانا الفنانة وفاء سالم. انتشرت صورة للفنانة وفاء بملامح وجه متشوهة، وده بسبب عملت عملية تجميل انتهت بالفشل. لكن عملت عملية تانية استعدت وفاء جمالها ووجهها من جديد. الفنانة ميسرة. أصيبت الفنانة ميسرة بعدوى بكتيرية أثناء خضوعها لعملية تجميل تسببت في تسمم جسمها. اضطرت لفتح وجهها وخضعت لعملية تجميل أخرى تعرف بالأنف الأرنبية، لكنها لم تعجبها. أجرت عملية تانية انتهت بتهتك في الغضاريف. الفنانة غادة عبد الرازق. ندمت غادة عبد الرازق بعد حقن وجهها بالفيلر، وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية قالت: مريت بفترة نقص في وزني حتى بان عظم وجهي، قررت أحقن لكن ملامح وجهي اتغيرت تماما. الفنانة نوال الزغبي. اعترفت نوال بخضوعها لعمليات التجميل لتكبير شفايفها، لكن ندمت كتير لفشل هذه العملية وتسببت في تشوه وجهها. الفنانة حورية فرغلي. حورية عملت أكتر من عملية تجميل بسبب إن هي وقعت من على ظهر الحصان، حصل لها كسر في أنفها، ومعظم العمليات اللي عملتها فشلت وحصل لها مشاكل صحية كتير، تغير في ملامح وجهها بشكل واضح، أفقدتها حاسة الشم. الفنانة أصالة. المطربة أصالة ندمت إن هي حقنت وجهها بالبوتكس. اعترفت إنها أجرت العملية إلى أن وصلت على شكلها الحالي اللي هي فيه. الفنانة إليسا. من النجمات لم تنجح عمليات التجميل مع خاصة بعد عملية حقن البوتكس. الفنانة نجوى فؤاد قامت بتغيير في ملامح وجهها بعد التجميل بسبب النفخ البوتكس اللي عملته، وده غير في ملامحها تماما. الفنانة السورية مها المصري وقعت ضحية عملية التجميل الفاشلة، وده أدى لتشوه وجهها وتغير من ملامحها بالكامل. الفنانة صفية العمري. من الفنانات اللي عملوا عملية التجميل غيرت كتير من ملامحها وتغيرت في وجهها. الفنانة نبيلة عبيد برضو كانت ضحية لعمليات التجميل في وجهها وأصبحت تعبير وجهها غير ملموسة. الفنانة لبلبة اعترفت بخضوعها لعملية التجميل لأنفها، وندمت وقالت: لم أكرر التجربة مرة أخرى، وأنا راضية ومش مهووسة بعمليات التجميل. الفنانة دينا حايك اتعرضت لجرثومة كانت هتفقد بحياتها بسبب إجراء عملية التجميل في أنفها وتلوث العملية، وأصيبت بالجرثومة. سافرت على إثرها لعدد من الدول. ريهام سعيد. اتعرضت ريهام سعيد لتشوه في وجهها إثر إجراء عملية تجميل خاطئة، ونشرت على صفحتها على انستجرام صورة للدكتور اللي أجرى لها العملية وتشوه وجهها بالكامل. الإعلامية بسمة وهبة أصيبت بشلل عضلي مؤقت في وجهها، سافرت إلى الخارج لإجراء عملية التجميل بوتكس وفيلر، فأخطأت أحد الممرضين وأعطاها حقنة دخلت للأحبال الصوتية. الفنانة لوسي قالت أثناء استضافتها برنامج إنها راحت لجراحة تجميل لإجراء عملية تجميل لنفخ شفايفها، ونصحها الطبيب بعدم إجراءها، لكن هي صممت، وبعدها قعدت في المنزل لمدة 3 شهور بسبب فشل في العملية. دلوقتي جدوركم قولولنا مين الفنانات اللي ملامحها اتغيرت بعد عملية التجميل.